السؤال بقى اللي اتسألته قبل ما تعرفي ان عندك توحد، التوحد كان مأثر فيك ازاي وفي حياتك في العموم ازاي؟ انا هتكلم بشكل شخصي شوية وهتكلم في نفس الوقت بشكل عام. مبدئيا لما شخص ما بيكونش عارف وبيكون عنده حاجة اسمها التقنع، ده احنا بقى هنتكلم على حد هنا ايه يعني، ممكن بيحاول يفهم نفسه اكتر شوية، ممكن حد مثلا ما عندوش اعاقة ذهنية، ممكن حد مثلا عنده ملاحظة للأنماط، اللي هو في باترنز او حاجات معينة في الشخص اللي انا هتكلم عليه ده. تمام. الشخص ده هيبقى عنده احساس ان ايه، هحاول ان انا اكون زي المجتمع، هحاول ان انا ابان عادي، الكلام ده كله. تقول طب ما احنا كلنا بنعمل كده، يعني انا مثلا ما كنتش فاهم يعني ايه ان انا اروح شغل كل يوم، بس بعد كده علشان اعرف ان انا اتأقلم مع العالم بقيت اروح الشغل كل يوم، ومش عارف ازاي الناس اللي حواليا بتتصرف عادي وطبيعي واكن ده عادي، وانا ببقى متضايق جدا ان انا لازم اروح الشغل كل يوم ده. فهتقولي طب ما انا كمان اهو حاسس بغرابة وحاسس ان ازاي الناس حواليا متأقلمة وانا مش عارفة اتأقلم، صح؟ لا، هي بتبقى مختلفة وانا متكلمة عن ماسكينج لوحده في فيديوهات تانية. النقطة الاختلاف هنا اللي ممكن بس اذكرها ان انا مثلا لما اكون شخص بعيد عن التوحد عايز اتقنع، هعمل ايه؟ هشوف خاصية هي اوريدي فيا بس انا مش بستعملها او هي مش بتاعتي، وهعملها علشان ابقى شبهك. تمام. انما كشخص متوحد انا هشوف خاصية فيك انت هي مش موجودة فيا اصلا، وهعملها علشان ابقى شبهك. فلما انا هعمل كده طبعا هحس بضغط جامد، وهحس ان انا اصلا مش عارفة انا بعمل ايه، وهحس ان انا بمثل الحاجة اللي انا بعملها، وممكن ابقى احسن منك فيها. زي مثلا فكرة ان انا لما هجيب ممثل حقيقة، ممثل يمثل لي التوحد، انا مش عارفه اجيب متوحد لان المتوحد هيبان عليه ان هو بيمثل، لان هو هيحاول يتقمص الدور وهو اصلا متوحد. فانا هجيب واحد عادي هيتقمص الدور هيبقى شكله احسن، فاهم؟ وهيحس ان ده بقى هيخليه overwhelmed، لان طبعا لما تضغط على نفسك قوي في حاجه عموما، في اي حاجه انت بتعملها وتضغط اكتر واكتر 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 وتتحمل تتحمل تتحمل، بعد كده هتنفجر، اللي احنا بنسميها overstimulated. مع طبعا بقى الحاجات المختلفة اللي في الشخص، اللي هو مثلا هيبقى قاعد في المكان، تخلينا مثلا نفس بتاع الشغل ده بس بالنسبة للشخص المتوحد، هيعمل الحاجات اللي هي فيك اللي هي مش فيه علشان يبقى شبهك في البيئة دي. هيبدأ مثلا ان هيحصل خناقة، هيحس ان الاصوات عالية، هيبقى عنده توتر، عنده اوريدي PTSD، فهو ما بيحبش يسمع صوت الخناقات. النور عالي جدا، بقاله كتير قوي بيركز في شاشة، وبعد كده انت قطعته فجأة، وبعد كده فجأة هو نسي ان هو ما كلش مثلا من 5 ساعات وان هو جعان، بس مش هينفع ان هو يقوم ياكل، وهيفضل يفكر في دماغه ان هو هرتب ازاي الحاجات دي. هتقولي ثواني ثواني ثواني، انا في يوم عدى عليا كده. تاني انا بتكلم هنا من جهة شخص متوحد، وبتكلم هنا زي ما قلت وزي ما هفضل اقول لكل حد، المتوحد مش شخص مريخي، هيكون فيه كل الحاجات اللي هي موجودة اوريدي فيك وفيا وفي مليون اي شخص تاني. الفكرة هنا ان هي عنده بتكون شكلها ازاي ومتجمعة مع بعض ازاي وبتيجي قد ايه ومليون حاجة تانية. تمام. فخلينا ايه نتكلم على البوينت بتاعتنا دلوقتي. وتاني برضو علشان بس هيجيلي تعليقات كتيرة وهيجيلي مسجات كتيرة، قبل ما نحكم وقبل ما نتكلم وقبل ما نقول حاجة على حد او على نفسنا، ياريت نشوف اكتر من حاجة ونعرف الحاجة دي بتيجي ازاي، ونعرف هي اساسا سببها ايه، ونعرف هي بتيجي من امتى. تمام. خلينا بقى نكمل الحاجات دي كلها مع بعض. اللي هيقابلها في المكتب اللي هو شغال فيه هيبدأ ان هو يضغط 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 يضغط، ممكن يفرقع قدامك وممكن يفرقع بعيد عنك، بس ده بعد كده هيتدخله في حالة اكتئاب جامدة جدا وهيدخله في حالة فظيعة. وفي هذا الوقت الماسك بيقع، فهو بيبان على حياته الطبيعية. بس هو لو بقاله فترة بماسك الموضوع عنده هيبقى مختلف، هيبقى كن زي ما كنت بسميها شخص هلامي موجود تحت الماسك ده، اللي هو انا مين، إيه اللي بيحصل، تا 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 تا، لان هو خد وقت في ان هو يعرف ازاي يكون شبهك انت في الحاجة اللي هو اصلا مش فيه، وفي نفس الوقت نسي ازاي يفهم نفسه ويعرف نفسه. ودي بقى النقطة دي فينا كلنا كبشر، ان احنا لازم نعرف نفسنا ونفهم نفسنا، مش مجرد ان احنا عايشين او روتين او بس ايا كان. نيجي بقى ايه من تبع النقط
الشخص ده ممكن ان هو مثلا يشوف حاجة في نفسه، خلينا نقول انه اتأثر قوي من صوت عالي، تمام، وده بوظ له خروجه وخلاه شكله غريب قدام صحابه، وخلاه مثلا يتخانق مع حد مثلا، تمام. هيبدأ يحس هو ايه، انا بوظت الدنيا، انا ليه عملت كده، هو فعلا يمكن الصوت ما كانش عالي، هو انا ليه حاجات كده بقى، كل الكلام ده، تمام، اللي هو ممكن نسميها من حتة لوم النفس، تمام. وبعدين هيبدأ ان هو ايه، لما يعرف انه عنده توحد هيبدأ يبرر الحاجة دي، هيحس بذنب اقل، اللي هو لا، الحاجة دي فعلا كانت حاجة مأثرة عليا، انا ما كنتش ساعتها مثلا عشان متضايق قوي، او ساعتها علشان كنت عايز اعمل خناقة وخلاص، او ساعتها علشان ايا كان، لا، انا فعلا الحاجة دي كانت مأثرة عليا. هتقولي ايه ده، انا كمان مريت بحاجة زي كده وكنت بلوم نفسي، معنى كده ان انا كان عندي توحد، معنى كده ان انا المفروض ما كنتش الوم نفسي؟ لا، تاني، ساعات كتيرة بنكون احنا اللي قاصدين نعمل الحاجة دي، بنكون خرجنا عن شعورنا، أو مش بتكلم ان يا لهوي انت خرجت عن شعورك، كان شخص متوحد يا عيني كان غلبان، احنا كمان كاشخاص متوحدين بنخرج عن شعورنا، مش بتكلم عن النقطه دي. لكن تاني بتكلم على ان حاجات معينه، وده انا بدي مجرد مثال علشان مفيش امثله في دماغي، تمام. ها، نكمل. لازم حتى كشخص متوحد ان احنا نراجع نفسنا ونشوف ايه اللي احنا عملناه غلط، وايه اللي المفروض ما كانش يتعمل، وايه اللي المفروض يتعمل بشكل احسن. وعشان كده احنا بنشوف الشكل المناسب لينا والشكل المناسب للي حوالينا، وبنشوف الحاجات اللي ينفع نتعامل معاها والحاجات اللي ينفع نغيرها، وي 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 وي, وي. تمام. فنرجع ان احنا بيكون فينا حاجات كتيرة مختلفة بتأثر علينا بشكل مختلف قبل ما نعرف ان ده توحد، وبتكون مأثرة علينا بالسلب. بس في نفس الوقت ان انت ما تكونش عارف غصب عنك بتتأقلم بشكل احسن. زي ان مثلا لنفترض موضوع الصوت العالي، تمام، وانت شخص فاهم شوية وكبير، فانت لما تعرف ان ما ينفعش ان انا علشان الصوت عالي ازعق، ما ينفعش عشان الصوت العالي اروح متخانقه مع الكل، ما ينفعش عشان، وهكذا. واعرف مثلا ان واحده بواحده ممكن ايه، هقعد نص ساعه بلاش ساعه وبعد كده هنسحب، تمام، الدنيا لطيفه وحلوه وزي الفل. معنى كده ان الصوت خلاص مش مضايقني؟ لا، مضايقني جدا جدا جدا. لكن لو انا اوريدي عارفه ان انا متوحده والصوت عالي، سواء اللي حواليا هيقولي هنوطي الصوت، فانا كده مش هبقى متعوده على الصوت العالي، ومش بتكلم تاني متعوده اللي هو عادي الصوت مش مضايقني، لا مضايقني، بس انا قصدي هتصرف ازاي في الموقف ده، دي نقطه. او ان مثلا انا هقول لهوي انا عندي توحد، لا انا ممكن كده طبعا كتفكيري مثلا، ده فعلا هقول ايه، انا ممكن كده الصوت يعلى، لما الصوت يعلى انا هتعصب، لما هتعصب ممكن هتخانق معاهم، لما اتخانق معاهم بعد كده مش عارفه ايه، والصوت بس مش هو عالي، لا كمان ممكن يفتحوا النور، وبعد كده هيجي في دماغي كل ده، فاقول ايه، لا 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 مش هقعد هنا وهمشي، او هتعصب قبلها. فاحنا هنا مش بنتكلم بس عن السن او بس عن اكسبيرينس او بس انا بتكلم على تجمع اكتر من حاجه مع بعض، تمام. وبرده مش هيبقى فينا كلنا، ومش هيبقى فينا كلنا بنفس الشكل. لكن ان انا ما كنتش عارفة وعشت فترة طويلة في حياتي هروح مدرسة فلازم هتأقلم على الصوت وعلى النور، هروح كذا فلازم أتأقلم ان انا ابص في عين حد، هعمل كذا هعمل كذا هعمل كذا، فغصب عني بقى عندي السكيلز ان ايه، ممكن نسميها نوعا ما الماسكينج. بس في نفس الوقت ازاي نتأقلم مع نفسي، لان كمجرد الماسكينج ان انت بس بتتقنع قدام حد او كده، تمام، وممكن تاخد منها تريتس معينة تفضل معاك، لكن ان انا اعرف ازاي اتصرف في الموقف، دي بقى سكيلز ليا انا مع الحاجة اللي اوريدي عندي، مش تبع الماسكينج، تمام. بالنسبة بقى ان انا اعرف ان انا عندي توحد، طبعا الواحد، انا قلت المراحل كلها اللي الشخص بيمر بيها، وخصوصا كبنت، وخصوصا كتشخيص متأخر، الانكار وكذا 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 وكذا. وبعدين لما الواحد زي ما قلت يبدأ يعرف، يبدأ ان هو يحلل الحاجة، انا كنت بعمل كذا عشان كذا، وده كان تصرف عشان كذا، بس بعد كده هعرف ان انا اتصرف بشكل احسن. يعني مثلا حاجة زي الميل داونز، ودي مهما قلنا بقى ماسكينج، مهما قلنا سكيلز، مهما قلنا تعود، مهما قلنا تصرف، مش هتعرف ابدا 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 تمستر الموضوع الا لو انت عارف ان ده ميل داون، سواء بقى شخص متوحد او مش متوحد، سواء شخص كبير او صغير، تمام.
فلما اعرف ان انا ده توحد، لما اعرف ان في التوحد دي حاجه اسمها ميل داون حصلت بسبب كذا، ولما اعرف ان كذا هو اللي بيعمل لي انا كحاجه بيرسونال، ان بيروح مأثر عليا بشكل كذا وهكذا، هبدأ ان انا اشوف الحاجة دي ما تحصلش ازاي، اتفاداها. طيب لو حصلت اعمل ايه؟ طيب لازم اللي حواليا يكونوا عارفين ايه؟ طيب انا اتصرف ازاي؟ طيب لو الموقف تصاعد ان هو يبقى حاجة تانية ممكن هعمل ايه؟ طب لو انا بقى مش مثلا في البيت، لا انا في مكان عام، طب لو انا قدام حد غريب، طب لو انا لوحدي، طب لو انا مع حد وابدأ ان انا اتصرف بشكل احسن. مثلا انا عاملة الصفحة دي، ومن اول الحاجات اللي انا اتكلمت عليها موضوع الميل داونز وموضوع الماسكينج، مواضيع معينة كده اللي هي اساسا بتفرق، ومواضيع اللي هي لازم تكون فاهمها وفاهم نفسك، يعني الجزئين دول علشان تعرف تتصرف معاها. لان مش دايما كمان مثلا في مواقف زي كده هتلاقي اللي حواليك مساعدينك، يعني ممكن ان هما يزودوا الطين بلة وبشكل بقى يعني فائق. فلازم ان انت مش بس تكون عارف تتصرف مع نفسك، ومش بس عارف تتصرف مع الموقف، ومش بس عارف تحل الموقف، ومش بس عارف اللي هو، مش هقول اسوأ سيناريو لان احنا مش بنحسبها كده، بس اللي هو يعني الموقف اللي فيه وخليه اللي هو الاسوأ، لكن كمان تعرف تتصرف مع الناس اللي حواليك اللي ممكن يخلوا الموقف لأسوأ الأسوأ، وهكذا يعني كل حاجة. ف كتوحد بشكل عام، زي مثلا ان انا هقول دي برضو حاجة قلتها لحد قبل كده، انت شعورك ايه كولد، او انت شعورك ايه كبنت؟ هتقولي ان انا ولد او ان انا بنت، ممكن تقولي حبة صعوبات في حياتك، وممكن تقولي حبة حاجات مريحاك في حياتك، صح؟ لكن غير كده ايه شعورك؟ هي بالظبط كأنك بتسأل كده، اللي هو انت بتسألني عن حاجة اوريدي فيا، فاللي هو هي انا يعني ايه يعني. واجهت صعوبات، الصعوبات هتبقى كذا كذا كذا، ما كنتش فاهمه نفسي في حياه، كذا 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 وهكذا. بالنسبه بقى ان انا خلاص عرفت الحاجه دي بقى كأنك بتكتشف حاجه في نفسك، زي مثلا تكتشف ان صوتك حلو، فتبدأ ان انت مثلا تغني كده يعني. فبالنسبه لي ان انا اكتشف حاجات، عرفت السكيلز اللي عندي او ازاي اتفاعل مع نفسي او اتعامل مع نفسي، فطبعا الحاجات بقت احسن. فبقت احسن لما عرفت ان عندي توحد، لكن مش معنى كده انها كانت سيئة، لانها كانت العادي بتاعي، فاهمين؟ اللي هو ممكن يكون في سيء، في سيء كتير، بس اللي هو العادي، اللي هو زي ما قلت كده. ونخلي اخر الفيديو ده دعوة ان احنا نفهم نفسنا، سواء متوحد مش متوحد، سنك كبير قوي او سنك صغير قوي، مش فارقة كل ده. الفكرة ان احنا كبشر نفهم نفسنا، وتفهم نفسك من اتجاه ايه. زي برضو دي حاجة هتكلم عليها بشكل فردي، حد كان بيسألني ازاي اعرف نفسي، او ازاي افهم حقيقة الحاجة اللي حواليا، ومليون حاجة. دايما عندنا احنا الاسئلة بتاعت اللي هو مثلا ايه اللي خلقني، انا جيت هنا ليه، ايه الهدف بتاعي، طب انا اعرف منين الحق من الباطل، طب انا اعرف منين الكويس من الوحش، طب انا اعرف منين ان انا بضحك على نفسي او متعود على الحاجة دي او مرتاح لها، ولا ان فعلا الحاجة دي هي الصح، اعرف منين الحاجة دي مناسبة ليا ولا لا، اعرف منين ميولي، اعرف منين هويتي، اعرف منين مثلا احسن دايت معايا. حاجة انا شخصيا شفتها، ناس فيجن اللي هما ما بياكلوش لحوم ولا منتجات حيوانية، بيقولوا ان دي الدايت المثالية، الدايت اللي ما وراهاش حاجة، الدايت اللي هتخلي جسمك تمام، بشرتك تمام، نفسيتك تمام، الجاتس تمام، انت هتكون يعني شخص فوق التمام تمام، والبيئة بقى وكل حاجة. وهتلاقي ناس تانية، يعني حتى مش هقولك فيجيتيريان ولا اللي هم بياكلوا لحوم لا، ناس حرفيا بياكلوا لحوم نية بس، برضو هيطلعوا يقولوا هيلث تمام، صحة تمام، جسم تمام، بشرة تمام، شعر تمام، نفسية مفيش احسن منها، الاكتئاب راح، حالتي فظيعة. حرفيا انت لما بتلاقي حاجة كده وبتلاقي حاجة كده ومثبتين الاتنين علميا، صدقني انت حرفيا هتبقى اللي هو عايش ايه ده بقى، صح؟ فعشان كده حاجة وانا هبدأها وهتكره بسببها كتير، ازاي نعرف الحاجة دي لوحدها هي صح ولا لأ، وهي حقيقة ولا لأ، وازاي نعمل المقاييس الحقيقة ولا لأ، دي حاجة. وازاي بقى مع نفسنا نعرف، انا اعرف ازاي الحقيقة اصلا، ازاي ما اضحكش على نفسي،
واعرف ازاي الحاجة الانسب ليا انا. ودي هتبقى بروسس طويلة بس هتبقى ممتعة جدا، لان انا هتكلم من اول الحاجات اللي الناس مش بتتكلم فيها، او يعني حاجات حساسة كلها. كل حاجة ممكن ان احنا نفكر فيها مرتبطة بينا بشكل اللي هو الوجودية بتاعت الانسان دي، فكرة ان انت عندك عقل واعي بيفكر. بس كده.